يمكن ذكرياتي مع المرحوم أحمد خالد كانت يعني قليلة كما، ولكن كانت عميقة كلها. يعني أنا مثلا أذكر أنه أول إيميل جالي بعد أنا ما سافرت قطر سنة 2005 كان منه، وكان يعني هو يعتبر إيميل دعابة، يعني بيحذرني فيه من الروسيات. يعني أنا ما ننساش أبدا الإيميل الجميل ده. ويعني بيقول لي أنت إيه خلاص شطبت ولا هترجع تاني؟ قلت له لا يا عم، الدكانة لسه مفتوحة إن شاء الله، يعني بيتي هو المؤسسة لازم أرجع يعني. وبعد كده لقيت برضو ممكن بعدها بفترة بعد وفاة أبونا بقى كلنا الأستاذ حمدي عليه رحمة الله. أنا طبعا كان من حظي الحسن والسيء لوفاة الأستاذ. أنا كنت في مصر وقتها، ويعني قمت طبعا بواجب العزاء وكده. بعد ما رجعت لقيت فيه إيميل تاني جاي لي من أحمد خالد بيقول لي فيه حفل تأبين للأستاذ حمدي مصطفى هيقام، وكل الكتاب هيتكلموا ويقولوا يعني كلمة عنه. فأنت لو تحب إنك تقول كلمة أنا هقولها على لسانك ابعتها لي. طبعا دي يعني حاجة أنا بقول مستحيل حد تاني كان يعملها غير إنسان متصالح مع نفسه، عنده الناحية، يعني أنا بالنسبة لي شايف الناحية الإنسانية هي اللي انعكست على أعماله، فمنحته حب الناس بالشكل الكبير ده. آخر حاجة، يعني إحنا مرة كنا في معرض الكتاب، هي حادثة طريفة جدا بس بتوضح يعني بساطة هذا الشخص وعدم يعني انبهاره بالشهرة أو بأن هو يكون له برستيج معين. كنت أنا وابني بنتماشى في المعرض، فشاور لي قال لي يا بابا ده مش الدكتور أحمد خالد؟ فعلا لقيته هو، وكان واقف في إحدى الحدائق، ده كان في مدينة نصر، الحديقة اللي كانت في النص قدام سرايا كندا، وكان بيتناول الغداء لوحده. فقلت له طيب يا حبيبي لما يخلص نروح نسلم عليه وكده. انا الموقف ده هاني قال لي يا بابا ازاي هو يعني راجل مشهور وما يبقاش قاعد والاكل؟ قلت له لا، ان هو عنده يعني الناحيه الانسانيه دي يعني عاليه جدا، التواضع ده بيبقى من اساسياتها. وكان بقى لقاءاتنا كلها لقاءات حميميه وديه، وما يعني بنتكلم دايما في حاجات يعني بتخص القارئ. ان هو في ذات مره قال لي ان يعني اول كتاب عمل بريد في المؤسسه العربيه الحديثه بريد فلاش، فهو بيقول لي اوعى تغير احنا قلدناك. قلت له لا طبعا، ده حاجه تساعدني جدا، لان التواصل مع القارئ ده اساس يعني الارتباط ما بين المؤسسه والروايات المصريه والجيب وقارئها.